السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض الموديل الجميل ده. طريقته إن شاء الله سهلة وبسيطة، هنشتغلها كده مع بعض خطوة بخطوة. عايزة أديكم مقاسات الشنطة. الارتفاع هنا 28 سنتي، عرض الشنطة 36 سنتي. الخيط اللي أنا استخدمته هنا كان خيط سلسلة، وسمك الخيط ده كان 3 مللي، وكمان استخدمت معاه إبرة مقاس رقم 4. فيلا كده بينا نبدأ على خطوات العمل. بس بفكركم كده قبل ما نبدأ، لو لسه بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تشتركوا عندي في القناة، وأهم حاجة تفعلوا الجرس، وما تنسوش كده تقولوا لي في كومنت ايه رأيكم في شنطتنا بتاعت النهارده، وكمان بتشاهدوني من أي بلد. هنبدأ نعمل عقدة بداية، وهنرتفع 66 غرزة سلسلة. كده بعد ما ارتفعنا 66 غرزة سلسلة، مقاس السلسلة هنا 45 سنتي. هنبدأ نتخطى أول غرزة وهنروح في ظهر السلسلة التانية. هنبدأ نشتغل في الارتفاعات اللي بتكون ورا دي. في تاني غرزة كده، يعني تخطينا أول غرزة، في الغرزة التانية نشتغل غرزة حشو. فوق كل غرزة كده بنشتغل غرزة حشو، وبنكمل بنفس الطريقة لحد ما بنوصل لآخر غرزة معانا في السطر. كده وصلنا لآخر غرزة في السطر بالشكل ده. السطر الأول هنرتفع سلسلة، ناخد بس خيط البداية ده كده، هنرتفع سلسلة ونلف الشغل. السطر التاني هنبدأ نشتغل تحت الحلقتين. هلف الخيط كده على الإبرة وادخل تحت الحلقتين واشتغل نص عمود. الغرزة اللي بعدها هتكون غرزة منزلقة، وبطلع كمان من الحلقة اللي على الإبرة. الغرزة اللي بعدها نص عمود، بلف الخيط كده على الإبرة وادخل تحت الحلقتين واشتغل غرزة نص عمود. بلف الخيط وبطلع من الثلاث لفات اللي موجودين على الإبرة. الغرزة اللي بعدها منزلقة، الغرزة اللي بعدها نص عمود، منزلقة، نص عمود. يبقى أنا بشتغل غرزة منزلقة وغرزة نص عمود، منزلقة ونص عمود، لحد ما بنوصل لآخر السطر. كده خلاص وصلنا لآخر السطر. معايا لسه غرزتين هشتغل منزلقة، واخر غرزة معايا في السطر دايما هتكون غرزة نص عمود. يبقى احنا بنبدأ السطر بغرزة نص عمود، وننهي برضو بغرزة نص عمود. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل، وهنا هنبدأ نشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها حشو. يبقى السطر ده كله هيكون حشو في الحلقة الخلفية. كل غرزة كده بشتغل فوقها غرزة حشو في الحلقة الخلفية. مجموع الغرز معايا 65 غرزة حشو. ببدأ أكمل كده غرز حشو في الحلقة الخلفية لحد ما بنوصل لآخر غرزة معانا في السطر. كده خلاص وصلنا لآخر السطر واشتغلنا حشو في الحلقة الخلفية. هنبدأ نرتفع سلسلة ونلف الشغل،
خدوا بالكم ان في سطر الحشو بنشتغل في الحلقة الخلفية، والسطر بتاع نص عمود منزلقة بنشتغل تحت الحلقتين. بعد ما ارتفعنا سلسلة في اول غرزة كده تحت الحلقتين هنلف الخيط كده على الابرة ونشتغل غرزة نص عمود. الغرزة اللي بعدها منزلقة، نص عمود، منزلقة. بنبدأ نكرر كده ما بين الغرزتين نص عمود منزلقة لحد ما بنوصل لآخر السطر. بنكرر بنفس الطريقة كده لحد ما بنوصل لآخر السطر. وخدوا بالكم كمان من آخر غرزة عشان محدش ينسى يشتغل فيها. مجموع الغرز معانا 65 غرزة، يبقى احنا هنبدأ نكرر بنفس الطريقة نص عمود منزلقة لحد ما بنوصل لآخر السطر، ونبدأ نرتفع سلسلة ونطلع للسطر اللي بعده بيكون حشو في الحلقة الخلفية. يبقى احنا شغلنا هنكرر سطرين، سطر من غرزة نص عمود منزلقة والسطر اللي بعده هيكون حشو في الحلقة الخلفية. هرتفع كده عدد من السطور وبعدين نرجع علشان نكمل مع بعض. كده خلاص بعد ما ارتفعنا عدد من السطور، عدد السطور اللي انا ارتفعتها هنا كان 37 سطر. طيب كام سطر بارز من غرزة النص عمود هنا؟ لو حد هيتلخبط معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. معايا 18 سطر بارز من غرزة النص عمود منزلقة. تمام. ونهينا الشغل بتاعنا بغرزة حشو في الحلقة الخلفية. هنا خلاص انا قطعت الخيط وارتفعت سلسلة. هنطلع بقى بالخيط من هنا كده ونبدأ ان احنا ننظف الخيط تحت الغرز. هديكم بقى المقاس النهائي للقطعة بتاعتنا. هنا كده 50 سنتي والعرض بتاعها 28 سنتي. هنسيب دي كده دلوقتي على جنب وهنبدأ نشتغل الجناب بتاعة الشنطة. هنبدأ نعمل عقدة بداية وهنرتفع 12 غرزة سلسلة. كده معانا 12 غرزة سلسلة. هنبدأ نشتغل في ظهر السلاسل غرزة حشو. بتخطى كده أول غرزة وبروح في ظهر السلسلة التانية بشتغل حشو. بكمل كده غرز حشو لحد ما بوصل لآخر السطر. هنبدأ نرتفع سلسلة وهنلف الشغل، وهنا هنشتغل في الحلقة الخلفية للغرزة. يعني هدخل كده في نص الغرزة في الحلقة الخلفية وابدأ اشتغل تزايد. ادي غرزة حشو. في نفس الغرزة بشتغل كمان غرزة حشو. هروح في الغرزة اللي بعدها اشتغل حشو، اللي بعدها فوق كل غرزة كده هنشتغل غرزة حشو لحد آخر غرزة معانا في السطر. كده وصلنا لآخر غرزة. آخر غرزة هنا معانا في السطر برضو هنشتغلها تزايد زي ما اشتغلنا أول غرزة في السطر. فهنشتغل هنا في آخر غرزة غرزتين حشو. ادي غرزة والغرزة التانية كمان في نفس المكان. هنرتفع سلسلة وهنلف الشغل. مجموع غرز الحشو معايا هنا في السطر ده 13 غرزة حشو. فالسطر ده مش هنشتغل تزايد، يعني هشتغل فوق ال 13 غرزة حشو دول 13 غرزة حشو بس بدون أي تزايد.
كده وصلنا لاخر غرزة في السطر. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل، والسطر ده هنشتغله تزايد. في اول غرزة كده هشتغل غرزتين حشو، طبعا احنا شغلنا كله بيكون في الحلقة الخلفية. اشتغل حشو وفي نفس الغرزة بشتغل كمان غرزة حشو. بكمل كده فوق كل غرزة غرزة حشو لحد برضو ما بنوصل لاخر غرزة معانا في السطر. كده وصلنا لاخر غرزة في السطر. اخر غرزة هنا هنشتغلها تزايد برضو، اول غرزة حشو وتاني غرزة في نفس المكان. كده مجموع غرز الحشو معايا 15 غرزة حشو. كده خلاص هنوقف تزايد، هنبدأ نرتفع سلسلة ونبدأ نشتغل فوق ال 15 غرزة حشو، 15 غرزة حشو في الحلقة الخلفية، ونرتفع كده عدد من السطور لحد ما يكون مجموع السطور معانا 27 سطر. هخلص كده وبعدين نرجع علشان نكمل مع بعض. كده خلاص بعد ما ارتفعنا 27 سطر من غرزة الحشو في الحلقة الخلفية، هناخد بقى مقاس القطعة. هنا كده 18 سنتي، العرض بتاعها 11 سنتي. هنا بقى قسمت الشنطة، هنا كده معايا 27 غرزة وبعدين 11 غرزة وهنا برضو 27 غرزة. تمام، يبقى احنا معانا 27 في بداية السطر و27 في آخر السطر، وفي النص هنا ما بينهم 11 غرزة. هنا كده هنرتفع سلسلة، هجيب كده ظهر الشنطة ونبدأ نيجي كده نحط الجنب على الشنطة من هنا. هرتفع بالحلقة دي كده شوية، شايفين العقدة دي؟ هدخل هنا كده واسحب الحلقة دي، شايفين دي عقدة اهي. هدخل في الحلقة الخلفية للغرزة اللي بعدها، الغرزة اللي قصادها هاخد الحلقة اللي جوه دي واشتغل منزلقة. اروح في الغرزة اللي بعدها وبروح في الغرزة اللي قصادها، شايفين في عقدة اهي وفي ضلع جنبها صغنن اهو. هدخل كده في الضلع الصغنن ده واسحب الخيط واطلع كمان من الحلقة اللي على الابرة. اروح في الغرزة اللي بعدها، المفروض ان انا بقفل 27 غرزة قصاد 27 غرزة. حلقة مايلة اهي، اشتغل منزلقة. الغرزة اللي بعدها باخد الحلقة الخلفية دي كده، العقدة شايفين بتكون جنبها حلقة صغننة كده، بدخل فيها واخدها واقفلها مع الغرزة اللي قصادها بمنزلقة. دي كده حلقة مايلة شايفين، او بدخل في الحلقة الامامية هي للغرزة، اسحب الخيط واطلع كمان من الحلقة اللي على الابرة. الغرزة اللي بعدها بدخل في الحلقة الخلفية هنا، شايفين عندي هنا العقدة في حلقة صغننة كده فوق العقدة اهي، بدخل فيها اسحب الخيط واقفل بغرزة منزلقة. بنكمل كده بنفس الطريقة 27 غرزة مع بعض. دلوقتي بقى هنبدأ نجمع القاعدة مع هنا بقى هنبدأ ناخد الحلقة الخلفية مع الحلقة الخلفية للغرزة اللي قصادها. معايا هنا كده 11 غرزة بقفلهم قصاد بعض.
اخر غرزة مع اخر غرزة هنا. هنبدأ دلوقتي نجمع الناحية التانية هنا مع جنب الشنطة. ناخد الحلقة الخلفية مرة كده بتلاقوا حلقة مايلة، ومرة بتلاقوا عقدة جنبها حلقة صغننة كده جنب العقدة على طول، بندخل تحت الحلقة دي وبنقفل بغرزة منزلقة. هكمل كده لحد ما اوصل لاخر السطر. كده خلاص خلصنا خياطة الجنبين. بالشكل ده. طيب هنا كده لما خيطت الجنب التاني ما نهيتش السطر بتاعي ولا حاجة، هنبدأ هنا نرتفع سلسلة، وهنبدأ نشتغل فوق كل سطر اشتغلناه غرزة منزلقة. هاجي كده في أول سطر واشتغل منزلقة، سطر نص عمود منزلقة اهو، هشتغل منزلقة، العقدة منزلقة. يبقى احنا هنشتغل فوق كل سطر اشتغلناه غرزة منزلقة. كده خلاص بعد ما خلصنا السطر كله غرز منزلقة، شايفين هنيجي في الجنب هنا، هنبدأ نيجي في الجنب هنا ونبدأ نشتغل فوق كل غرزة برضو غرزة منزلقة، بس خدوا بالكم هنشتغلها في الحلقة الخلفية. هنبدأ نيجي هنا فوق كل سطر اشتغلناه ونشتغل غرزة منزلقة. مرة هتلاقوا حلقة مايلة كده ومرة بتكون عقدة، بس العقدة شوفوا كده لما باجي ادخل ما بدخلش تحت العقدة، شايفين في حلقة صغننة اهي جنب العقدة، انا بدخل هنا بدل ما ادخل تحت العقدة، عشان انا عايزة الغرز بتاعتي تكون متساوية، مش غرزة نازلة وغرزة طالعة. يبقى انا هكمل كده بقى بنفس الطريقة لحد ما بوصل لمكان ما بدأنا. كده خلاص بعد ما اشتغلنا حوالين الشنطة كلها غرز منزلقة، دلوقتي بقى هنبدأ نقفل السطر بتاعنا. هنيجي كده في أول غرزة منزلقة ونقفل بغرزة منزلقة ونرتفع سلسلة، وفي نفس الغرزة هنشتغل بس في الحلقة الخلفية، بس كمان بناخد الحلقة اللي بتكون تحتها دي ونشتغل حشو.
الغرزة اللي بعدها باخد كمان الحلقة اللي بتكون تحتها اهي، بدخل في الحلقة الخلفية لحرف الفي، وباخد كمان العقدة اللي بتكون تحت دي، اشتغل حشو. يبقى كل غرزة كده بدخل في الحلقة الخلفية والعقدة اللي بتكون تحتها، او الحلقة كمان اللي بتكون تحتها اهي، شايفين هنا كده الحلقة الخلفية اهي، باخد كمان الحلقة اللي تحتها دي بالشكل ده. هخلص كده لحد ما اوصل لاخر السطر وبعدين نرجع علشان نكمل مع بعض. كده خلاص بعد ما اشتغلنا سطر من غرزة الحشو داير ما يدور الشنطة. خدوا بالكم ان الغرزة دي غرزة المنزلقة، فمحدش يشتغل فيها عشان ما يحصلش معاه تزايد. احنا دلوقتي هنبدأ نشتغل حلزوني كام سطر كده من غرزة الحشو، فانا هروح تحت الحلقتين كده الاول غرزة وهبدأ اشتغل غرزة حشو، بس هعلم اول غرزة دي. هبدأ اشتغل كده فوق كل غرزة تحت الحلقتين غرزة حشو. يبقى انا هبدأ امشي بنفس الطريقة واشتغل حلزوني، يعني مفيش قفلة سطر. هرتفع كده كام سطر من غرزة الحشو تحت الحلقتين وبعدين نرجع علشان نكمل مع بعض. كده بعد ما ارتفعت 3 سطور من غرزة الحشو تحت الحلقتين، هنبدأ بقى دلوقتي نشتغل سطر بس من غرزة المنزلقة. نعلم برضو اول غرزة ونبدأ نمشي كده تحت الحلقتين فوق كل الغرز غرزة منزلقة لحد ما بنوصل لآخر السطر. كده خلاص بعد ما اشتغلنا سطر من غرزة المنزلقة هننهي بقى السطر بتاعنا. هنا هطلع بالخيط من هنا كده، هبدأ ادخل كده تحت الحلقتين وادخل تاني من نفس المكان اللي كان طالع منه الخيط. ونبدأ ننظف الخيط ونثبته تحت الغرز. انا هنا هستعمل اليد الجلد دي، لو حد حابب يشتغل يد من نفس الشنطة هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. هبدأ اخيطها كده بإبرة التنظيف ومسافة كده من نفس خيط الشنطة. شنطتنا بعد ما خلصت، عايزه اقول لكم ان بجد الشنطه كبيره من جوه. ناس كتير طلبت مني ان احنا نشتغل شنطه كبيره على القناه. عايزه اقول لكم بقى ان الشنطه دي بجد واسعه جدا من جوه.
كمان طريقه عمل البطانه هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. اتمنى كده يا رب ان اكون قدرت اوصل لكم كل خطوات الشنطه بكل سهوله. ما تنسوش كده، مستنيه رايكم في التعليقات، وبفكركم لو لسه ما اشتركتوش في القناه يسعدني طبعا انضمامكم للقناه. اشوفكم كده على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.